النادي الأهلي أعلن عن غياب 5 لعيبة أمام برشلونة. النادي الأهلي أعلن عن غياب 5 لعيبة منه أمام مباراة الودية أمام برشلونة. هي هتتلعب مباراة ودية، نادي برشلونة بتعملها كل سنة قبل انطلاق بطولة الدوري الأسباني على كاس اسمه كاس خوان جمبر. فالأهلي هيلعب المباراة دي يوم 19/8، يعني يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله، هيقابل نادي برشلونة. وطبعا الأهلي أعلن عن غياب 5 لاعبين، وهقول لك على اللعيبه المصابين واللي مش هتلعب. وطبعا في منهم الاساسي وفي منهم اللي مش اساسي. اول لاعب منهم هو اقطاي عبد الله. اقطاي عبد الله كان عنده اقطاي عبد الله اللي لسه جاي من امدي، هي من الصفقات اللي الاهلي عملها السنه دي. هو كان عنده اصابه في عظمه القصبه من فتره، فهو لسه في البرنامج التاهيلي لسه ما خلصوش، فالاهلي استبعده المباراه الوديه اللي امام برشلونه. اللاعب الثاني هو محمد عبد الله. محمد عبد الله كان عنده اصابه في مباراه بترول اسيوط اللي فاتت، كان عنده اصابه في التواء في الكاحل، فمش هيلعب برضه المباراه دي. فلسه برضه من ضمن برضه في برنامج تاهيلي لسه شغال، فهيبقى مستبعد برضه من مباراه برشلونه. اللاعب الثالث هو طاهر محمد طاهر. محمد طاهر برضو عنده اصابه، برضو عدم اصابه، وطبعا الاصابه خلاص ربنا يشفيه، بس لسه ما اكتملش جاهزيته البدنيه. كان عنده اصابه في تورم في الكحل، ودلوقتي يحتاج لعلاج وبرنامج تاهيلي، فلسه ما خلصوش طاهر محمد طاهر، فبرضو من ضمن اللعيبه برضو اللي هتستبعد، من ضمن اللعيبه اللي استبعد من مباراه برشلونه. اللاعب الرابع هو والاساسي هو امام عاشور، ودي اللي اعلن عنه الحسين عمودي مدير النادي الاهلي، اللي امام عاشور مش هيلعب بسبب اللي هو عشان مش حد يتكلم يقول لك بسبب مثلا العروض. لا، مش موضوع عروض، هو عنده لسه ما جهزش بدنيا. طبعا كان عنده اصابه من مباراه المنتخب المصري في كاس العالم، ولغايه دلوقتي الاصابه يا دوب ربنا كرمه والدكاتره خلاص قال لك اللي هو ربنا شفاه، فهو لسه في برنامج التأهيلي، فهو مش عايز يخاطر بيه يلعب بيه. اللاعب الخامس هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم لسه احتمال ما يلعبش بسبب اللي هو كان عنده اجهاد عضلي، فهو لا يلعب لا ما يلعبش، لسه ما خدهوش قرار رسمي. طبعا هو خايف عليه. طبعا هو الاهلي عنده المباراه يوم 19 مع برشلونه، وبعديها ب4 ايام هيروح يلعب في الدوري المصري، فيبقى صعب. فهو لو لعب ممكن يلعب وقت قصير، او ممكن ما يلعبش كمان. وكمان الاهلي عنده لعيبه كتير في المكان ده، فممكن الاهلي لا يلعبوا او ما يلعبوش. هم دول اللعيبه اللي غايبه عن مباراه برشلونه. طبعا هقول لك في شويه اخبار برضه هقول لك عليها برضه للاهلي، بس عندي برضه اخبار عن نادي الزمالك. في خبر عن نادي الزمالك اللي فيه 6 لعيبه من نادي الزمالك مش هيلعبوا امام الاتحاد السكندري. 6 لعيبه من الزمالك مش هيلعبوا امام الاتحاد السكندري، منهم اللي مستبعد ومنهم اللي عدم الجاهزيه. طبعا بالنسبه لاخوان بزيره واحمد جفاري، دول لسه ما رجعوش من واحد ما رجعش من البرازيل والتاني لسه ما رجعش من تونس، فخلاص حتى لو رجعوا دلوقتي هيخشوا برامج تاهيلي، فمش هيلعبوا الماتش، واستبعدوا كمان من مباراه الاتحاد السكندري. الاثنين اللاعيبه الثانيه هو حسام اشرف ومحمد ابراهيم، ودول بسبب تراكم الانذارات في الدوري اللي فات، فبرضه مش هيلعبوا المباراه الاتحاد. والاثنين اللعيبه المفاجاه برضه اللي مش هيلعبوا هو عبد الله السعيد، واللي لسه اعلنوا عليه من شويه، عبد الله السعيد وشيكو بنزا، بسبب برضه البرنامج التأهيلي بتاعهم ما خلصش لسه، فهم برضو استبعدوا من المباراة الاتحاد السكندري اللي اول مباراة في الدوري اللي هتلعب يوم 21 الجاي، اللي هو يوم الجمعة بإذن الله. انا مش عارف الزمالك هيلعب بمين لما يبقى 6 لعيبة من دوم من الزمالك غير ايقاف القيد، هيلعب بمين انا مش عارف. بس كل التوفيق لكل الفرق. طبعا احنا مش هنتكلم عن حد، فكل التوفيق لكل الفريق. هندخل برضو عن النادي الاهلي. قائمة نادي الأهلي. الأهلي عنده 34 لاعب، من ضمنهم 7 صفقات لسه جداد في نادي الأهلي. أنا أقول لك على طول بسرعة اللعيبة ال 34 القائمة بتاعت النادي الأهلي اللي هتبقى موجودة في الموسم الجديد. طبعا في حراسة المرمى 3 حراس مرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. المدافعين بقى ياسر ابراهيم وياسين مرعي وهادي رياض واشرف داري واحمد عيد وتوفيق محمد وكريم الدبيس وكريم فؤاد وعمرو الجزار، محمد هاني ومروان عطيه واحمد رضا واكرم توفيق واحمد كوكا واحمد خالد كباكا وعلي محمود واحمد زيزو وعمر الساعي ومحمد مجدي قفشه وامام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض ورضا سليم ومحمود صالح وسفيان بن جديده.
ومنصف بقرار ومحمد رأفت وقطاي عبد الله. هم دول قائمة نادي الأهلي الموسم الجديد اللي الأهلي هيلعب بيهم. وفي برضه خبر تاني يا جماعة عشان بس موعد الأهلي الزمالك، برضه خبر عن نادي الزمالك. الزمالك خلاص اتفق مع الفريق اللي هو جيبوتي، بطل جيبوتي ده. طبعا الزمالك هيلعب في دور 64 دور التمهيدي الأول أمام فريق اسمه اي سي، هو من بيقولوا عليه بطل جيبوتي. الزمالك اتفق معاه ان المباراتين هيبقوا في مصر، الذهاب والعوده يبقوا في مصر. المباراه هتبقى الاولانيه من 4 لغايه يوم 6، من يوم 4 لغايه يوم 6 يوم هيختاروه من دول 9 الجاي. واللي بعديها باسبوع ونص، يعني بعد 10 ايام اللي هو هيبقى يوم 13 و14 هيلعبوا مباراه العوده. دي الاخبار اللي عندنا، وما تنساش الاشتراك في القناه وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد، واي جديد ان شاء الله هجيبه لكم على طول. بس ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد.